الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ايه الخطوات الاساسيه اللي المفروض تمشي عليها علشان تدخل في مجال السوفت وير ديفلوبمنت. ايه بقى الخطوات الاساسيه اللي همشي عليها لو اخترت ان انا اكمل في مجال الفرونت اند ديفلوبمنت؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. بص يا سيدي، قبل اي حاجه لازم يكون عندك المعلومات الاساسيه اصلا. يعني ايه انترنت؟ يعني ايه براوزر؟ يعني ايه هوستنج؟ يعني ايه سيرفر؟ يعني ايه HTTP؟ يعني ايه DNS؟ على الاقل تقرا بعض الارتكلز عن الكلام دوت ويبقى عندك معرفه عامه بيه. الخطوه اللي بعد كده ان انت تبدا بقى تتعلم لغه ال HTML، ودي لغه سهله جدا ولذيذه جدا وفي نفس الوقت مهمه جدا طبعا. بعد كده نبدا نتعلم لغه ال CSS، وبرده دي سهله جدا. اهم حاجه وانت بتتعلم CSS تبقى فاهم ايه الفرق ما بين كل بروبرتي والتانيه موجوده في ال CSS، تفهم ايه اللي اوتس المختلفه اللي موجوده في ال CSS والمفروض ان انا بستخدم كل واحد منهم امتى. بعد كده نيجي للخطوه الاهم وهي الجافا سكريبت. الجافا سكريبت هي اكتر حاجه بتميز فرونت اند ديفلوبر عن التاني، فعلشان كده كل ما خدت وقتك اكتر وما استعجلتش في الجافا سكريبت كل ما ده بقى افضل ليك جدا جدا. الخطوه اللي بعد كده ان احنا نبدا نتعلم جي كويري، وبعد كده نبدا نتعلم بوت ستراب، وبعد كده نبدا نتعلم فيرجن كنترول سيستم زي الجيت مثلا، ونعمل اكونت على الجيت هاب ونبدا بقى نشتغل. الخطوه اللي بعد كده ان انت هتتعلم حاجه من الثلاثه، يا اما الانجلر يا اما الرياكت يا اما الفيو. شوف ايه اللي يناسبك اكتر وتعلمه. انا شايف ان انت بعد الخطوه ديت بقيت مؤهل ان انت تبدا تقدم على وظيفه جونيور فرونت اند او فريش فرونت اند. طب انا هفترض ان انت عارف كل الحاجات ديت وعايز تطور من نفسك اكتر، ممكن اعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، اول حاجه ممكن تتعلم ويب باك، ممكن تتعلم بابل. لو انت مش عارف تايب سكريبت ممكن تتعلم تايب سكريبت. لو انت مش عارف تيستنج ممكن تتعلم على الاقل يونت تيستنج. لو اي حاجه من الحاجات اللي انا بقولها دي ناقصاك ابدا اتعلمها. بعد كده لو انت عارف اللي انا قلته ده ممكن تتعلم BWE اللي هو البروجريسيف ويب اب. اعرف يعني ايه بروجريسيف ويب اب، اعرف ازاي نبيلده، اعرف ايه الفيتشرز اللي موجوده فيه وهكذا. بعد كده ممكن تدخل على جزء الموبايل ابلكيشنز، ممكن تتعلم رياكت نيتيف او نيتيف سكريبت او ايونيك وهكذا. بعد كده ممكن برضو تدوس اكتر في الجزء بتاع الويب اسمبلي. دي كلها حاجات ممكن تطور نفسك بيها لو انت شغال في الكارير بتاع الفرونت اند ديفلوبمنت. ممكن برضو تعرف بعض البيزكس او تتعلم اكتر عن الباك اند، دي حاجه هتفرق معاك كتير جدا جدا في الشغل بتاعك كفرونت اند. ده كان موضوع فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.